السلام عليكم. تخيل معايا سيمانات قلال غادي يتبدل الثمن ديال التليفون بشكل كبير جدا. كاع التليفونات اللي في المغرب اي نوع ديال التليفون على الاقل غادي ينقص بواحد 500 درهم. علاش؟ حيت الحكومه قررت تهبط واحد الرسم سميتو رسم استيراد الهواتف. تخيل معايا غادي يهبطوه من 17.5 حتى 2.5، غينقصوا 15%. شنو هادشي كيعني لجيبك؟ شنو غادي يتبدل في السوق؟ هادشي كامل غادي نشرحو في هاد الفيديو. خليكم معايا ونبداو الانترو. اسمع والدرمه اسمع. السلام عليكم الدراري والدريات، معكم برولي فيديو جديد. والفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على واحد القرار اللي داز هاد الاسبوع في مجلس الحكومه ودار ضجه في السوشيال ميديا، اللي هو التخفيض رسمي في رسم استيراد الهواتف والاجهزه الذكيه اللي غادي ينقص من 17.5 حتى 2.5. شنو معناها؟ علاش داروه؟ وشنو الفايده من هادشي كامل ليك وليا؟ بقى معايا وغادي نشرح لك هذا الموضوع كامل عندي انا، غنشرحو لك كامل خطوه بخطوه. مهم قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول شكرا بزاف لاي واحد دار فولو، وشكرا لك حتى انت اللي درتي فولو، ومرحبا بكم في العائله. والله كتعاونوني بزاف. يلاه بادي لاشين تقريبا شي 3 شهور، مهم كتزاد بشويه بشويه، ولكن انا فرحان مع اي واحد كيدير ابوني، راه معنيتها عجبو الكونتنت ديالي وباغي يتفرج فيا اكثر. شكرا بزاف والله، شكرا من القلب، ومرحبا بك في العائله اللي كنتي داير ابوني، ومرحبا بك اللي درتيها دابا. راه بزاف ديال الناس كيتفرجوا ولكن راه ما كيديروش ابوني. مهم ديرها دابا باش نبقى نعاود نطلع لك. بالنسبه للكونتنت هو بحال هكا كونتنت اللي هو اوبن، مهم اهم حاجه هو عائلي وفيه المعلومه وغتستافد شي حاجه ملي غتسالي الفيديو معايا. مهم شكرا بزاف الا درتيها، ونبدا في الفيديو دايركت. اول حاجه غنبداو بها هي شنو هو رسم استيراد الهواتف. اوكي، باش نبسطها لك، اوكي حنا ما كنبغيوش الحاجه المعقده، سهله. اي تليفون كيجيك من برا المغرب، مثلا ايفون، سامسونج، شاومي، هواوي، هذا ماشي بوب انت يلاه بادي، انا خاص لي يدير لي البوب. المهم، الشركات اللي كتدخل تليفونات ديالها خاص ضروري تخلص واحد الرسم للدوله، وهذا الرسم هو 17.5%. اي تليفون دخلاته اي شركه من الشركات خاصها تخلصها 17%. مثال، مثلا شركه جابت تليفون الثمن ديالو مثلا 4000 درهم، الثمن ديالو 4000 درهم، خاصها تخلص للدوله تقريبا 700 درهم. هذه غير رسوم ديال الاستيراد. اوكي، منين هاد 17.5 ما غاداش تبقى وغادا تولي غير 2.5، معنيتها ما غتبقاش تخلص 700 درهم، غتولي تخلص تقريبا واحد 100 درهم. وهذا الشيء علاش في دول الخليج ولا مثلا دول ديال الاوروب كتلقى بانه التليفون ارخص من التليفون في المغرب. اول حاجه كاينين بحال مثلا عندك مثلا الايفون اول حاجه ما كاين ستور ديالو في المغرب، كاين ستور مثلا هنا في ابو ظبي. ملي كتاخذو انت كتاخذو بالثمن قل. علاش؟ حيت الرسوم ديال الاستيراد قل، وحيت كتاخذو من ستور دايركت. المغرب لا، ما كاين ستور ديال ابل، هو كياخذو وكيزيد فيه الثمن اللي بغا، وكتوليها منافسه، فهمتي؟ كيولي الثمن السوق هو اللي كيقرر، فهمتي؟ هذا هو الشرح ديال رسم استيراد الهواتف بطريقه بسيطه. دابا خلينا ندخلوا علاش الحكومه هبطات الرسم لهاد الدرجه، نقصات 15%. بزاف ياك، بزاف على الحكومه المغربيه دير العباد. ولكن كاينين واحد 3 اللي فيك يحكني ملي كنبغي نصور، سبحان الله يا اخي. المهم، علاش نرجعوا علاش الحكومه بغات تهبط هذا الرسم ديال استيراد الهواتف حتى لهاد الدرجه اللي هي 15%؟ كاينين 3 ديال الاسباب. اوكي، السبب الاول هو محاربه السوق السوداء. اوكي، حيت كاينين بزاف ديال الناس سيرتو كيهربوا في الطوموبيلات ديالهم جاي من الاوروب، الكوفر كله تليفونات، كيمنع من داك الرسم،
السلام عليكم، كيدخلوا الهواتف بلا فاتوره بلا رسوم بلا تلابه، وكتولي واحد التجاره غير قانونيه بالنسبه للدوله. اوكي. ثاني حاجه كيوليو يشجعوا في الاستثمار. دابا ملي غيولي ينقص راه اوف كورس يقدر يولي عندنا ابل ستور في المغرب. اوف كورس شركات بزاف غيوليو يدخلوا للمغرب وغيوليو يدخلوا تليفونات المغرب، وغيبان لك السوق ديال التليفونات ولا ما يبقاش بغيتي مثلا تليفون سير شي بلاصه باش تاخذو. اوكي مثلا ولا باغي تليفون شري تليفون قديم، لا غيولي زعما سطورات غيولي مثلا هواوي ولا سامسونج، فهمتي؟ غيوليو يشجعوا الاستثمار، حيت كانوا شحال هادي كيتشكاو من ارتفاع تاع الرسوم ديال الاستيراد. ثالث حاجه باش حنا انا وانت كمواطن غادي يوصلنا التليفون بواحد الثمن اللي هو طيح، حيت تعاونوا مع المستثمر باش دخلوا طيح. اوكي المفهوم. عندك شي حاجه تقولها في كومنت؟ دابا نهضروا من بعد هذا التخفيض هذا ديال 17.5 غيولي 8.5 شنو غادي يتم. اوكي مبدئيا الشركات اللي كتستورد الهواتف غادا تنقص عليها واحد الضغط مالي، غيولي فهمتي. راكم دابا حيت قلت لكم انا قبل عطيتكم مثال بالتليفون، التليفون كيدخل ب 4000 درهم، من 4000 درهم خاصها تخلص 700 درهم، من 700 درهم دابا مع هاد التخفيض تقول لي تخلصها 100 درهم. ملي غتنقص على الشركه اوف كورس غتنقص علينا حتى حنا في التليفون. باش نكونوا واضحين، يعني عوض ما تخلصها 700 درهم غتولي تخلصها 100 درهم. الفرق كبير، وهذا احتمال كبير، ماشي احتمال، هذه خدها من عندي. هذه التليفونات غادي ينقصوا، ولا ما كانوش غينقصوا بواحد 500 درهم. خدها من عندي برو اللي عاطينكو خصم. وبالنسبه واش بصح زعما غيهبط الثمن في السوق؟ شوف هنا خاصنا نكونوا واقعيين. اوكي ماشي ضروري الثمن غينقص من غدا، بحال مثلا قلت لك مثلا 2 سيمانات 3، حيت هو غيبدا هذا القانون غيبدا في جونفي 2026. اوكي ماشي ضروري في جونفي غادي بالك التليفونات نقصوا. يا سلام هذا ولد اللي عندي تقول لي كذاب انت يا ما نقصوا ما والو، لا كعب. اوكي اول حاجه خاص الشركات خداو عندهم تليفونات ياك وخدوهم برسم طالع، صح؟ خاصهم تيساليوهم عاد نتفاهموا. ثاني حاجه غتولي المنافسه، فهمت؟ بحال دابا حيت طاح رسم الاستيراد ديال الهواتف والاجهزه الالكترونيه، بنادم كاين اللي غيبدا يخلي نفس الثمن غيسمكر، ولكن كاين واحد اخر يخرج لك في التيك توك، فهمتي؟ لا التليفون انا غنبيعو لك بهذا، فهمتي؟ غتولي تنوض واحد المنافسه. هذيك المنافسه مزيانه لينا حنا، مزيانه للكتابه. بعد الشركات عاوتاني غيكونوا تلقاهم كيدخلوا مثلا كونتيتي كبيره وبرسم ديال الاستيراد صغير، غتحاول تبيع بزاف باش نربح بزاف، فهمتي؟ المهم باش نخلص لكم هاد اللعيبه هادي، منطقيا من بعد جونفي غادي تشوف واحد الخصومات، غادي تشوف الثمن نقص، غادي تشوف التليفونات بداو تيكثروا في المغرب. المهم هذه اللي بغيت نوصل لك. هنا غنوصل للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تكون استفدتي، ونتمنى ما نكون مثلا طرقت لكاع الامور باش تعرف على هاد اللعيبه هادي. المهم هو اون جينيرال قرار زوين، قرار مهم لينا حنا كاملين كتجار كمستوردين كمستهلكين، فهمتي؟ هادشي كامل. و بليتو راه ماشي غير التليفونات وحتى البياس ديال التليفونات، فهمتي؟ غتكون واحد التغيير جذري في الاجهزه الالكترونيه. المهم لا عجبك الفيديو بغيتي تشوف فيديوهات اخرين راه موجودين، راه فايد ديرهم حيت اول مره نطلع لك باقي جديد. ما تنساش الجيم ديالك، ابوني، كومونتير زوين، خايب، صحح شي حاجه اللي كنت غلط، قول لي مثلا عندك صح شي حاجه اللي قلتها بصح. المهم ما نطولش عليك بزاف، ضرب واحد الدويره في لاشين ونشوفك في الفيديو الجاي. بيس. بغيتي نهضر على شي لعيبه قولها، اذا كان عندك شي تساؤل على شي موضوع خلي لي انا ندوي لك عليه. نشوفك في الفيديو الجاي، نهارك مبروك. حيد عليا